خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير داخل الوطن وخارج الوطن وجميع الدول الاسلاميه. نصاوب معكم واحد الدواز مغربي بربري. هاد البصيله الصغيره دابا دي وقتها خضريه، غنحطوها في الطاوه هكا، ما تشبعوش منه، خفيف يعني أكلة صيفية. كنا صغار كانوا والدينا تيديروها في البادية. كان عجيب في داك الدواز والله، واخا الخضره ما بقاتش كي كانت، وانما الحمد لله. ستفوا البصله هكا والفله قطعوها هكا، وعشي وهي وصافي. الا دقتوه راه ما تستغناوش عليه، وسبحان الله تاكلي بحال ما كليتيش. انا عندي واحد ولدي والله كياكل، الا مثلا درتو في الغدا ياكل ويخرج ويجي عاود يمشي ياكل، تيقول لك راه بحال ما كليتش. عجيب زعما ماشي. هو دابا على حسب نيت هاد الغلا هذا، الواحد يقتصد وكله بسيطه وكتشبع والله الا صحيه نيت، زعما ماشي. التوابل عندي الخرقوم، زريعه القزبور ناشفه، نص معلقه صغيره ديال الكمون راس وصافي، ماشي نص ديال الابزار والملحه على حسب الذوق. عندي مطيشه محكوكه، نخلط هاد التوابل في مطيشه مزيان ينسجموا. اخوتي ما تبخلوش عليا بلي لايك وتشجيعات، والفيديو كاين اللي وصل حتى ل 400. 10 ديال لايك، 7 ديال التعليقات. علاش؟ راه كلشي صدق، اي حاجه درتيها للخير راه كلها صدق، فضلا ليس امرا. نتمنى يهديكم الله وتشجعونا. دابا غنخويه على هذا دواز بالخضار الصيفيه المنعشه الجميله. هاد المطيشه اللي حكيت، وهذا الشيء باش غنشلل هاد التوابل. هادشي اللي غندير بالماء. الثومه درت كركوبه ديال الثومه، راس ديال الثومه كامل هكا ديروا له. ندير شويه الزويته، ما تكثروش الزيت صافي، ورقيتو وتشوفوا في الاخير. هانتوما اخوتي، هانتوما الدواز، شنقول لكم ولا اروع. نتمنىكم تجربوه. غادي نحط